أهلا وسهلا بكم. قبل ما نبدأ فيلمنا النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. نبدأ فيلمنا النهاردة في غابة ضخمة في كولومبيا، وكان في اتنين صيادين معاهم البنادق بتاعتهم وبيصطادوا حيوانات. وبنعرف إن الغابة دي بتنقسم لجزئين، جزء أمان وجزء خطر، لأنه في تعابين خطيرة جدا وبيبقى الجزء ده ممنوع الدخول فيه. وبنعرف إن الاتنين دول بيسرقوا السياح اللي بتيجي الغابة، وابتدوا يسرقوا التعابين لأن الجلود بتاعتها بتبقى غالية جدا وبتحقق ليهم مكسب كبير. كان في واحد من الصيادين دول كان معترض على سرقة التعابين لأنها خطيرة جدا، وكمان الحجم بتاعها كبير وممكن تسبب ليهم خطر على حياتهم. لكن زميله رد عليه وقال له إنهم لازم يصطادوا التعابين الكبيرة لو عايزين يحققوا فلوس أكتر. وفي الوقت اللي هما بيتكلموا فيه حسوا بحركة غريبة في الغابة، وافتكروا إن في تعبان، وابتدى كل واحد منهم يدور عليه والتاني يدور في مكان تاني. وفجأة وقع واحد منهم على الأرض واتفاجئ وراه ان في جثه متحلله. وبعد فتره بنشوف زوجين جوش وصوفيا وهم جايين المدينه، وهم اطباء وجايين عشان يحضروا مؤتمر طبي، وبيكونوا مخليين اطفالهم في البيت لانهم هيرجعوا بعد فتره قصيره. وبيبان عليهم ان في خلاف ما بينهم، وانهم اول لما يخلصوا المؤتمر ويرجعوا هينفصلوا عن بعض، لكن مفيش اي سبب واضح للخلاف ده، وبيكونوا ساكتين معظم الوقت في الطريق. فجوش سأل صوفيا عن شعورها لما وصلوا المدينة، لأن صوفيا كانت مولودة في نفس المدينة، لكن صوفيا كان واضح عليها إنها مش عايزة تتكلم معاه وبتحاول تأثر معاه بالكلام. بعد كده جوش كان معاه كتاب بيوضح الكتاب الأماكن اللي في المدينة اللي هو ممكن يزورها، عشان لو حب يخرج لأي مكان في المدينة يكون عارف الأماكن اللي هيروحها. ولاحظ جوش إن المدينة فيها غابات كتير، هو بيبقى عنده فضول انه يزور اي واحده من الغابات دي. فردت عليه صوفيا ان مفيش وقت انهم يخرجوا، لان المؤتمر اللي هيحضروه هيكون واخد معظم الوقت، وبتكون دي المره الاولى ان هم يسيبوا اطفالهم ويسافروا. كانت صوفيا قلقانه عليهم جدا. بعد كده بيوصلوا للفندق، وبيكون في استقبالهم صديق ليهم اسمه ماركوس، وده كان جاي يحضر نفس المؤتمر وما بيكونش عارف اي تفاصيل عن انفصالهم. بعد كده عزمهم على العشاء بالليل في الفندق، وبيكتشفوا ان صديقهم حجز ليهم غرفه واحده في الفندق، وده لانه ما يعرفش ان في خلافات ما بينهم. بعد كده طلبت صوفيا من موظفه الاستقبال انها تشوف فيها غرفه تانية متوفره، لكن اتفاجئت صوفيا ان الموظفه قالت لها ان مفيش غرف تانية بسبب عدد الاشخاص الكبير اللي هيحضروا المؤتمر. فبكده الاتنين بيضطروا انهم يقعدوا بغرفه واحده، وقرر كل واحد منهم انه ينام في مكان بعيد عن التاني. وبتبقى صوفيا متضايقه جدا من اللي حصل، وبتقول انها معظم الوقت هتبقى بره وهتيجي في اخر اليوم للنوم بس. وبتقول صوفيا لجوش انها هتمشي بدري من العشاء عشان يقدر يقول لصديقهم قرار انفصالهم. وجه ميعاد العشاء وابتدوا يسترجعوا الذكريات مع بعض. بعد كده ماركوس اقترح ان في اعلى شلال في المدينه موجود في مكان قريب، ان هم ممكن يروحوا للشلال عن طريق اي غابه من اللي موجودين في المدينه، وبيتفقوا انهم يروحوا هناك في اليوم التاني. بالرغم من ان صوفيا كانت رافضه انها تخرج في اي مكان مع جوش، لكن بتتحمس للفكره وبتقرر انها تخرج معهم، وبتشوف انها فكره مناسبه ان هي تسترجع ذكرياتها بالمدينه. وبعد كده صوفيا بتسيبهم وبتطلع للغرفه، وبيلاحظ ماركوس صديقهم ان صوفيا متغيره، فبيسال جوش عن السبب. فبيشرح جوش لماركوس ان هم هينفصلوا، فاستغرب ماركوس من قرارهم لانه كان شايفهم ناجحين جدا مع بعض. وشرح جوش لماركوس ان كل واحد فينا اتغير وشخصيتنا كمان اتغيرت. وباليوم التاني صحيت صوفيا من النوم وبدات تشتغل. بعد كده صوفيا بتجهز نفسها عشان تروح الشلال، ولاحظت ان جوش لسه ملبس، وبيوضح ليها ان صديقهم اعتذر عن الرحله بسبب انشغاله. فبتقرر صوفيا انها تروح لوحدها لانها عايزه تستغل وجودها في المدينه. فقرر جوش انه هيروح معاها لانه كان خايف عليها، بالرغم من ان هي ما كانتش عايزاه معاها، ولكن جوش كان بيبقى عنده رغبه انه يكون معاها وما يسيبهاش لوحدها. فسالوا موظف الفندق ايه هو احسن طريق ممكن يوصلهم للشلال، فرشح ليهم طريق على الخريطه، لكن اكتشفوا ان الطريق طويل جدا، ولاحظوا ان برضه في طريق تاني بس اقرب من الاول، ولكن موظف الاستقبال حذرهم من الطريق ده وقال لهم ان الطريق ده خطير جدا بسبب وجود الثعابين الضخمه فيه. استغربت صوفيا من كلام موظف الاستقبال عن وجود تعابين ضخمه في مدينتها، لانها اول مره تسمع الكلام ده. وبيوضح ليهم الموظف ان بسبب تغير درجات الحراره انتشرت التعابين في الغابه. وبيكون جوش عنده رغبه ان هو يمر من الطريق ده لانه متعود على الحياه البريه، لكن صوفيا اعترضت ونصحهم الموظف انهم يروحوا من الطريق الطويل. وبعد ما اتحركوا من الفندق، موظف الاستقبال بيشاور على شخص كان قاعد قريب منه، وبيتضح ان ده واحد من الصيادين اللي في الغابه اللي بيسرقوا السياح وبيقتلوا التعابين وبيبيعوا جلودهم. وكان واضح ان موظف الاستقبال بيشتغل مع الشخص ده، وبيبقى في بينهم اشارات معينه عشان يعرفوا ان في سياح رايحين الغابه عشان يسرقهم. ويبتدي يتحرك جوش وصوفيا للغابة اللي هيوصلوا من خلالها للشلال. وفعلا وصلوا للغابة وبيخلوا العربية هناك، وبيبقى واضح انهم على ارتفاع كبير، وبيقف كل شوية جوش عشان يشرب مية. وبعد كده بيستريح جوش وصوفيا بتكمل في الغابة. وبعد كده ابتدى يتحرك جوش مرة تاني، وبيلاحظ ان صوفيا مستنياه وشكرها ان هي استنته، لكن صوفيا في نفس الوقت احرجت جوش وقالت له ان هي عندها مشكلة في ركبتها مش عشانه هو. وفي الوقت اللي هما بيتكلموا فيه لاحظ جوش ان الجو اتغير، وخمن ان ممكن يكون في عاصفه جايه قريب. فقرروا ان هما يرجعوا. بعد ما قربوا للعربيه بيلاحظوا ان الحرامي اللي كان في الفندق بيحاول يسرق العربيه وبيحاول يفتحها. وبتكون صوفيا خايفه جدا واقترحت على جوش انه يسيبه يسرق العربيه، لكن جوش رفض كلامها وبيبقى قلقان ان ممكن الحرامي يعمل اي حاجه في العربيه وما يعرفوش يرجعوا تاني. بعد كده جوش كان بيقول لصوفيا انها ما تظهرش، وبيسلمها الشنطه اللي في ايده وبيطلع للحرامي عشان يتكلم معاه. واتفاجئ ان الحرامي ماسك مسدس وبيهدد جوش وبيطلب منه انه يطلع الفلوس اللي معاه. وبيرد عليه جوش ويقول له ان هو مش معاه فلوس، لكن الحرامي كان عارف ان زوجة جوش كانت معاه.
وبيسأل الحرامي عن مكانها وهدده بالمسدس اللي معه، وفي نفس الوقت بتلاحظ صوفيا كل اللي بيحصل وقررت انها تظهر فجأة وبتدي الشنطة للحرامي لانها كانت خايفة على جوش. وفي الوقت اللي الحرامي ابتدى يدور على اي فلوس في الشنطة استغل جوش الفرصة وضرب الحرامي على راسه بفرع شجرة، بعد كده جري زوجين للغابة تاني. بعد كده الحرامي بيقوم مرة تاني ويبتدي الحرامي يجري وراهم وضرب عليهم نار بالمسدس، وفي نفس الوقت ابتدى الجو يمطر وبيلاحظوا جوش وصوفيا ان في يافطة بتوضح اتجاه المكان الخطر اللي في الغابة واللي حذر منه موظف استقبال الفندق، بالرغم من ان المكان خطر جدا لكن قرروا ان هم يدخلوا الغابة بسبب ان الحرامي مش هيقدر يدخل وراه. وابتدت صوفيا تتخانق مع جوش وبتحمله مسؤولية اللي بيحصل ده لانه كان عنده اصرار انه يواجه الحرامي، وابتدت تجري صوفيا للمكان الخطير اللي بالغابة واستنى جوش ان هو يعطل الحرامي ويكمل بعد كده ورا صوفيا. وفي الوقت اللي بتجري فيه الغابة بتتخبط وبيغمى عليها، وبعد شوية فاقت وابتدت ان هي تدور على جوش، وفي نفس الوقت اللي بتدور فيه على جوش بتقع في حفرة رمال واكتشفت انها بتتحرك وبتسحب صوفيا لجوه وبتحاول تقاوم لحد ما وصل جوش وابتدى يهديها وبيديها فرع شجرة عشان تمسك بيه لكن الفرع اتكسر، وبتحاول صوفيا تقاوم مرة تانية لكن الرمال المتحركة سحبتها لجوه. ومرة واحدة نط جوش جوه الحفرة عشان ينقذ صوفيا وقدر ان هو يطلع راس صوفيا من الحفرة، وبيبقى كده الاتنين جوه الرمال المتحركة ومفيش اي طريقة يقدروا يخرجوا بيها، وبتبقى صوفيا فرحانة انه ضحى بحياته عشان ينقذ حياتها. وفي الوقت ده بيروح ماركوس لحجرتهم عشان يطمن عليهم ويتفق معاهم على ميعاد تاني يروحوا فيه الشلال، لكنه اتفاجئ ان مفيش حد بيرد عليه وبيلاحظ ان في رسالة من جوش بيقولوا فيها ان هم راحوا للشلال. وبعد كده المطره وقفت وابتدى جوش وصوفيا يفكروا في طريقة للخروج من الحفرة، وجوش كان بيقول لصوفيا وزن التين اكبر منهم هما الاتنين ولو فضلوا في نفس الوضع ده مش هيحصل ليهم حاجة. وبعد كده بيتفقوا ان لازم حد يجي يطلعهم من الحفرة. بعد كده بيشوفوا بيضة كبيرة جنبهم وتوقعوا ان المكان ده خطر وان ممكن الحيوان صاحب البيضة ممكن يوصل في اي وقت، وبتحس صوفيا ان في حاجه تحت رجليها وجوش بيساعدها ان هم يطلعوا الحاجه دي، وبيكتشفوا انها جثه لشخص وابتدوا يعرفوا ان الشخص ده مات من الجوع، واتضح ان ده واحد من الشخصين اللي كانوا بيسرقوا بالغابه. وبعد كده بتخاف صوفيا انها ممكن تموت بنفس الطريقه، لكن جوش ابتدى يحاول يفكر بحلول وياخد الشنطه اللي كانت مع جثه الشخص ده ويلاحظ ان فيها بندقيه وسكينه وكشاف، وبياخدوا البندقيه ويلاقوا جواها رصاص، وفكر جوش ان هو ممكن يقص الشنطه ويعملوا منها حبل يساعدهم على الخروج من الحفره، ولمح صخرة كانت قريبة منهم وكان عايز يربط طرف الحبل فيها ويمسكوا من الناحية التانية ويخرجوا. وبيكون في نفس الوقت ماركوس موجود لسه في الفندق ولاحظ الشخص الحرامي وبيبقى معاه شنطة جوش، ولاحظ كمان وجود دم على لبسه وابتدى يفسر ده انه حاول يسرق جوش وصوفيا، وابتدى يهجم على الحرامي عشان يعرف مكان جوش وصوفيا، لكن الحرامي مرضاش يقول اي حاجة وابتدى الامن يجي ويبعدوهم عن بعض. وفي نفس الوقت ده بيكون جوش وصوفيا عملوا الحبل من الشنطة واكتشفوا ان الحبل قصير، وبعد كده فكر جوش ان هو يستخدم الجاكيت بتاعه، لكن صوفيا بتكون خايفة عليه. وفي الوقت اللي هما بيفكروا ازاي هيخرجوا من هنا لاحظوا وجود طيارة فوقهم وبيستنتجوا انها طيارة من اللي بتفرج السياح على المدينة، لكن مفيش حد بيشوفهم عشان الاشجار الكبيرة اللي في الغابة. وبتبقى صوفيا عايزة تولع في الحبل من الولاعة اللي لقوها جوه الشنطة، لكن جوش منعها من كده وقال لها انه مش هيبقى في اي طريقة تانية يخرجوا من الحفرة، وفضلوا يتخانقوا مع بعض لغاية ما الطيارة مشيت. بعد كده صوفيا بتحس انها عطشانة وسألت جوش لو معاه اي حاجة ممكن تشربها، لكن قال لها انه كان سايب كل حاجة في الشنطة اللي سرقها الحرامي. وبيلاحظ ان صوفيا ابتدت تفقد الامل، لكن هو بيكون متفائل وبيقول لها ان لسه الدنيا ما ليلتش وان ممكن اي حد يلاقيهم. بعد كده صوفيا بتحس ان في حاجه بتقرص فيها واكتشفت ان النمل اتجمع حواليها لكن ايديها ما بتكونش طايله النمل، وابتدى يناولها ازازه الخمره اللي معاه عشان تدلق على النمل، وابتدت صوفيا تلومه عشان بيشرب، وشرح لها انه رجع للشرب من فتره قريبه وده بسبب الضغوطات اللي كانت عنده بسبب موضوع طلاقه. وفي الوقت اللي هما بيتكلموا فيه افتكرت صوفيا البندقيه ويقولوا ان هما كان ممكن يستخدموا البندقيه في الوقت اللي كانت فيه الطياره عشان يلفتوا انتباههم، واتضايقوا ان هم نسيوا الموضوع ده. ومره واحده بتشوف صوفيا تعبان كبير ورا جوش والبندقيه في الوقت ده بيكون في ايد صوفيا، لكن كانت خايفه انها تضرب التعبان لان عمرها ما استخدمت بندقيه. وبيكون جوش مش قادر يتحرك ويقتل التعبان وبيقول لصوفيا انها لازم تقتله بسرعه، وفي الوقت اللي صوفيا هتضرب فيه التعبان بيقدر التعبان يلدغ جوش. بعد كده صوفيا اصابت التعبان وهرب في نفس اللحظه، وبعد كده صوفيا بتحاول تربط لجوش الجرح عشان ما يكونش للسم اي تاثير عليه لاطول فتره ممكنه. في الوقت ده بيكون ماركوس مع الحرامي في السجن وبيعرض ماركوس على الحرامي انه يديله فلوس ويقول له على مكان جوش وصوفيا، لكن اتفاجئ ماركوس انه مش معاه فلوس في جيبه فقرر انه يديله الساعه بتاعته. بعد كده الحرامي بيقول له على مكانهم انه ساب جوش وصوفيا في المكان الخضر اللي في الغابه وحذره انه ما يروحش المكان ده لانه فيه تعابين خطيره ورمال متحركه، وبيقول له الحرامي انه خسر صديقه هناك في الغابه. بعد كده ماركوس بيحس بالقلق والخوف على اصدقائه وبيكلم حارس الزنزانه اللي هو فيها انه يخرجه لكن محدش سال فيه، وجوش في الوقت ده ابتدى يفقد الامل. وصوفيا بتلاحظ ان في علامه ناحيه رقبته وبتكتشف انه هيحصل ليه جلطه، وبتكون صوفيا سايبه مجال الطب من ساعه ولادة طفلها، لكن في الفتره الاخيره فكرت انها ترجع تاني وقررت انها تعالج جوش، وابتدت تستخدم الادوات اللي معاها وتسخن السكينه عن طريق الولاعه اللي لقوها في الشنطه، وده لانها هتكوي فيها الجرح بعد استفراغ الجلطه اللي عند جوش. وظهر على جوش علامات القلق لان صوفيا بقى لها فتره كبيره
بعيد عن مجال الطب، لكن صوفيا ابتدت تطمن جوش وفعلا قدرت ان هي تخرج الجلطه، وبعد كده كوت الجرح وابتدى جوش يفقد وعيه بسبب التعب، وصوفيا كمان فقدت الوعي لانها كانت تعبانه جدا. وابتدى الاتنين يفوقوا بعد فتره صغيره، وشكرها جوش انها ساعدته على انقاذ حياته، وبتشرح ليه صوفيا انها كانت متحمسه للمحاضره اللي كانت هتلقيها في المؤتمر لانها كانت هتديها دفعه قويه وترجع عليها الثقه من تاني. وبتقول لجوش انها مش ندمانه انها سابت مجال الطب من زمان، وعلى الرغم انها كانت ممتازه جدا في مجالها لكن كانت محتاجه دفعه قويه ترجع عليها الثقه في نفسها. ورد عليها جوش وقال لها ان هي ما عملتش حاجه غلط لما قررت انها تخصص الوقت كله لاطفالها، وبيكون جوش فخور بيها لانه شايف انها ام قويه ودكتوره ناجحه. بعد كده صوفيا بيكون عندها رغبه قويه انها تخرج من الحفره وترجع لاطفالها، فقررت انها تخلص على التعبان وتربطه في الحبل، ولاحظت ان التعبان قريب منها وابتدت ان هي تلفت نظره وترمي عليه اي حاجه جنبها، وبتكون مستعده ومجهزه البندقيه اللي معاها عشان تخلص عليه. لكن فجاه التعبان جه من ناحيه ظهرها، حاولت صوفيا انها تخلص عليه بالبندقيه اللي معاها لكن الرصاصه ما صابتش التعبان. بعد كده الرصاص بيخلص من البندقيه وابتدى التعبان انه يلف حوالين صوفيا عشان يخنقها، وبيكون جوش في الوقت ده بيبقى فاقد للوعي بسبب التعب، لكن فاق على اخر لحظه ومسك السكينه وقتل بيها التعبان، وقدر ان هو ينقذ حياه صوفيا. في نفس اللحظه شبكت صوفيا الحبل بجسم التعبان، وقدرت ان هي تربط الحبل في الصخره القريبه منها، ومسكت في الحبل وقدرت انها تخرج من الحفره، لكن بيكون الحبل اتقطع منها وبتحاول انها تفوق جوش لكن بيبقى شبه فقد السيطره على نفسه، وبيقول لها انها لازم تروح وتشوف اي حد يجي يساعده. وابتدت صوفيا تتحرك في الغابه لغايه لما الليل جه وهي لسه في الغابه، وكانت كل شويه بتفقد وعيها وبتفوق، واستمرت على الوضع ده لغايه ما وصلت للطريق، وبتشوف عربيه اسعاف وماركوس صديقهم بيكون موجود وبيستلمها اتنين مسعفين. اما ماركوس باقي المسعفين بيخشوا الغابه عشان يدوروا على جوش، وفرحت صوفيا لما شافت المسعفين خارجين بجوش، وبكده جوش وصوفيا قدروا انهم يخرجوا من الغابه بالرغم من كل الاحداث اللي حصلت. وبكده يخلص فيلمنا النهارده.